السلام عليكم. مشيت لواحد المقبره تقريبا فيها شي 10 ديال الهكتارات وفيها شي 100,000 قبر. بقيت كنشوف وكنسمع عن دوك القبور، قلت سبحان الله شو دابا في هاد الاموات كل واحد وعلاش مات. الموت واحد ولكن الاسباب تختلف. كاين اللي مات على بلادو قالوا مقاوم، كاين اللي مات على دينه قالوا شهيد، كاين اللي ميت على شرفه، كاين اللي مرض مسكين صابو مرض ومات، كاين اللي دار عمليه ومات، كاين اللي جاتو سكته قلبيه، وكاين اللي ميت على ود الدري قتلت راسها، وكاين اللي على ود الدريه قتل راسه ولا ضارب ومات. هذا تا هو ميت شهيد، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. كاين اللي ميت على نحله. والله انا واحد النهار كنت كنسمع واحد المثل كيقول اعطيني بيضه ولا نمشي الزايده. واحد النهار وانا نسول الوالده الله يشفيها يا ربي تعيو معاها بالشفاء، راه مريضه مسكينه، سولتها على هذا المثل قلت لها الوالده اش كيعني بهذا اعطيني بيضه ونمشي الزايده؟ قالت لي يا ولدي كانت الحرب ما بين الزيايده، الزايده قبيله، ما بين الزايده وما بين المذاكره، واحد الحرب قالت لي خايبه ماتوا فيها ناس كثار على قبل النحله. كان واحد السيد من الزيايده جا في السوق ديال المذاكره كيتقدى، مشى عند مول الحلوى. مول الحلوى داير به النحل، عنده العسل، الحلوى فيها العسل. راك عارفين دوك الخلايا ديال النحل اللي كيكونوا كيعلفوها في السكر تما، كيلقاو اي بلاصه فيها العسل كتلقى داك النحل مجمع. هذاك الزيدي جاي معاه الكلب ديالو حاشاكم، فغير اول ما وصل باغي يتقدى الحلوى داك الكلب بان له النحل ويلقى واحد النحله. مول الحلوى هز شي حجره ويجبد ليا على الكلب، الكلب غوت. مول الكلب هاز يدو واحد الجروطه ويعطيها للمذكور الجدار له دير يطيح هكاو. ناضوها القبيله حيت كلهم ذاكره شدوا ليه الزيدي بقاو يعطيو حتى قتلوه. الزايده ساقوا الخبر بان راه واحد من قبيلتهم قتلوه المذاكره، جهزوا الصربه وجهزوا الخيل وهجموا على المذاكره، وهنا قامت الحرب بيناتهم، واحد الحرب اللي ماتوا فيها ناس كثار وطولات. هادشي لما كتحكي الوالده. ملي سالت الحرب بقى دائما شي بعلوك تما كيهددهم، عطيوني بيضه ولا غنمشي الزايده، زعما راه غنمشي الزايده غيقتلوني وغادي تقوم ثاني الحرب من جديد. فمو مسكينه كانت كل نهار دايره له بيضه، نهار اللي ما كيكونش عندها البيض ولا كيتقاد لها البيض كيخرج للقبيله وكيبدا والله تمشي الزايده، والله ما تحطوا بيضه تمشي الزايده درك، وانا راه اعتق وراه غيمشي الزايده وجيبوا البيض، ها جمعوا البيض هاك عطي لولدك البيض. واحد المره نفس الديكور خارج دير لهم هاد الحيحه بيضه ولا نمشي الزايده، ما يقول لي سير احنا بغيناك تمشي غير سير الله يعاونك، ما احنا عارفين حتى اللي غادي عندهم ما غاديش نضاربوا عليك. كيفاش؟ قالوا لي دابا واش باغي تمشي الزايده سير، ما باغيش تمشي الزايده سير دخل في حالاتك وهنينا. صافي هو يدخل تكمش وقطع حسو، من تما ما بقاش كيقول لا بيضه ولا زايده. كاين بحال هاد النوع بزاف. كتعاود لي واحد خالتي الله يشفيها يا ربي، دعوا معاها حتى هي مسكينه راه مريضه، كتعاود لي على شي جيرانه كان عندها جوج ولاد، واحد في طاليان وواحد بارك معاهم، ديما كيتجيرك عليهم، كاين العيالات في الدار ديما باغي يلوح راسو من الشرجم، هما يتجاروا معاه في داك الصالون، جار ما تجار طلقوا مني والله تلوح راسي واه شد ما شد عطيوه اش باغي. واحد النهار دار لهم نفس الطريقه، ولكن اللي سوء حظه كان خوه اللي في الطاليان حاضر، نفس الديكور العيالات يتجابدوا جاروا كيجروا داك الطلامط ديال الستادر ويجروا الليناب ديال الطوابل جر الزربيه واشد وناري غير خوه دخل لقاوه اعتق شنو واخوك غادي يلوح راسو من الشرجم وناري دخل لقى العيالات كيتجابدوا وحوايجهم مشرقين وحالتهم حاله، قال لهم مسكاو بدا كيخرج فيهم حيد كان محيد وخرجهم كاملين. قال لي يلاه لوح راسك من الشرجم، قال لي صاحبي زربي لوح راسك من الشرجم، مالنا على الحيحه كامل. طلع دل رجلو بحال راكب على موطور الشرجم وبقى كيهرهر يغوت تشبه، وفي الاخر دخل وقال خو حيت بغيتيني تلوح راسي والله لا لحتو، لا قال لي غلوحو من تم ما عمرو بقى عاوده. كان واحد الدري من العائله ديما كيغضب على الماكله وكينوض وكيدير واحد الظروف فيه، واسمعي وزيد تاكل وعايشك اسمعي زيد وهاكا 1000 فرانك يلا زيد هاك 400 زيد جمعوا لي واسمعي. ديما كيدير لهم الطريقه هذه، ملي كيفرقوا اللحم كيخليو ليه الحق المخير زائد واحد 1000 ريال ولا واحد 400 ولا داكشي يجمعوا لي ديال الفلوس والحزاره، هو يبقى يتنخسس وياكل. واحد المره كان واحد خوه الكبير تا هو مزوج وما باركش معاهم، هذاك النهار كان حاضر وثاني نغضب على الماكله انا وزيد هاكا 400 وتعالى يلا زيد وزيد هاكا 600 يلا زيد وسليمان وصافي يا سليمان زيد تاكل خليوه حيدوا الفخذ حيدوا الركبه حيدوا الصدر خليوه هادشي كله سليمان سليمان عمرو لي صيبوا زيد احنا نعطيوك الدجاج كامل ونعطيوك اللحم كامل زيد. هو ينوض لي هذاك خوه قال له ماشي مساله شي تقلد الترابي
ويهز دوك الفلوس حيدو دارهم جيبو ومشاو يعطيه واحد مره ما يقاتل وجهه مره ما لاق. قال له خبر غبر كمارتك. قال لهم كولوا ما تخليوش ليه العشاء. تعشاو ما خلاوش ليه ولاو كياكلوا ما مسوقينش ليه واحد شويه. والله العظيم كتعاودها لي امو الله يذكرها بخير قالت لي ولا كيجي كيطلع علينا كيقولنا ايوا كيقول ما تسوقوش ليه كيقول هاد النوع كاين لا في الدراري الصغار ولا في الناس الكبار. هادشي ديال التهديد. كيف قلنا ملي كيفرقوا اللحم كيخليو ليه الحق الكبير. وداك الوقت هادشي في الثمانينات كان بنادم كياكل وكيخلي اللحم هو الاخراني. كنا كنفرقوا اللحم ياكلوا يحسوا بطاطا خيزو حتى ما يبقى والو تبقى اللحمه. عاد كيجي واحد العارف اللي كيبدا يفرق اللحمه على دماغه هو وكيبغى هو وكيقالها لي مخو هو يعطيك اللي بغى وفي الاخر يقول لك لا ضيعنا شي واحد يسمح لينا اللي ضيعنا اسمح. هذه ديال اللحم هذه اللي كانت ضراني انا في راسي. علاش كانوا كيفرقوا اللحم؟ انا واحد النهار كنت ضيف عندي واحد خالي باقي كان عقل حطوا المرقه ومرت خالي فرقات اللحم ما عطاتنيش. وملي تساليكم اللي ما عطيناش يسمح لينا. كيفاش اللي ما عطيناش يسمح لينا وانا حشمان كنت باقي صغير. هزوا المرقه وجابوا الكسكسو نفس الديكور في الكسكسو بطلع حرام وقال لي دارتها بالعاني. ثاني فرقات كتاكل شي كتنقزني ما عطاتنيش وما قلت والو. وقال لي واحد النغزه في قلبي ما نكذبش عليكم ملي خرجت قلت للوالده تيدار فيها عيطني قال لي اهدر راه عطاتكم اللحم ما عطاتنيش. قالت لي ودوي راك ما ديتيش. هي الجوع صراحه الجوع خايب. انا الجوع حسيت به 3 المرات في حياتي عاقل عليهم. مره في 98 ومره في 2000 ومره في 2003. ديال 98 لا داعي انني نذكرها. ديال 2003 كنت خدام ديك الساعه. كان هذاك النهار واحد اليوم يعني في الخدمه حساس. المؤسسه اللي خدام فيها كانوا سادين علينا الباب. المكتب ديالي ما خصنيش نخرج منه ممنوع. السيده اللي معايا البيرو ديالها من لهيه كنشوفها من بعيد وتشوفني من بعيد. دايرين حابسين البيروات ديالنا سادينو بالمكاتب ما يمكنش ليها تجي عندي ولا نمشي عندها. وكان حاصل معنا واحد المواطن ما عرفتش كيفاش حاصل تا هو مسدود عليه معانا ذاك النهار بارك في الكرسي على برا. قتلني الجوع مزيان. وكنتسنى في المسؤول اللي حنا خدامين معاه باش يجيب لنا الغدا وتعطل. جاب لنا الغدا حتى شي 4 بحال هكاك. الساعه اللي جاب الغدا تا هو ما دخلش مد ليا غير من الشرجم ومشى. انا هزيت داك لابار ديك الاوروبا ديال السيده ودرت لها من بعيد درت لها ها. السيد اللي مريح ديك اللي شافني درت لها ها كيسحابني قلت له هاك وين وضع يدي. بارك الله فيك اخويا الله يكثر خيرك الله يجازيك بخير. بقيت كنشوف فيه شدو من عندي ومشى كيدعي معايا ما قديش نقول له لا اخويا راه مشى. قلت له مازال بلاتي قلت لي عطيه معاك هذا لهذيك السيده. مشى وصل لها هي الروبا ديالها وهي بقات كتشوف ولكن ما دات ما جابت ولا الله اعلم دات وجابت. وكانت واحد شويه كتبت لي واحد الميساج قالت لي الغدا زوين برعونا كذا هذه. قلت لها راه والله ما ذقتو. قلت لها ما شتيش راه عطيت. قالت لي راه مرديت البال ولكن ما عادش كتسحاب لا صيفطوا لي. وهذاك النهار هني ثاني خفت بالجوع. اما في